السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف محمد أشرف. النهاردة هنتكلم على حاجة كده. ناس كتير بتكلمني عن موضوع القطط. موضوع القطط حلال يا جماعة، مش مفيش حاجة اسمها حرام. الكلاب هي اللي حرام، عشان النجس اللي في المناخير أو في البق، حاجة زي دي بتنقط على مسجدة في الصالة، بتسجد على في الأوض، حاجات زي دي، أو في الصالون أو حمام. ماشي، ده غلط، ده مش كويس للكلاب. في الكلاب بالذات ده مش كويس، بينجس لك المكان اللي انت بتصلي فيه. ده الكلاب. القطط بتمنع الطاقة السلبية الوحشة اللي في البيت. يعني ايه بتمنع الطاقة السلبية؟ في مشاكل، في خنقة، في زهق، في حد مخنوق، بتطلع لك الطاقة السلبية وبتدي لك الطاقة الإيجابية اللي انت عايزها. بتطلع لك الطاقة السلبية، بتدي لك الطاقة الإيجابية. يعني بتدي لك الطاقة الحلوة الايه اللي انت بتتمناها من كل حاجة. القطط حلو جدا، ومفيش حد يقول له. اي حد شيخ بيقول لك القطط حرام، والقطط لا مش ينفع، ده بتبوظ العيلة، دي بتبوظ الدنيا، دي بتبوظ البنات، دي بتبوظ السمعية في ناس ايه، شيوخ ايه، بتدخل كلام ايه، كلاكيع. انا اقول شيء يعني، اللي بتقول الشيوخ دي اللي بيقولوا، ماشي، انا هسميها بعد اذنكم، يعني بعد اذن كل الشيوخ، ماشي، اللي بيقول الكلام ده كراكيع، هبل. ماشي. اي شيخ، بعد اذنكم، الحاجات المحرمة هي الكلاب في البيوت. الكلاب اللي في البيوت هي دي الحرام. القطط مش حرام. القطط مش حرام. الطاقة السلبية بتاعت القطط بتاخد منك الطاقة السلبية وتدي لك الطاقة الإيجابية، بس كده. يعني بتدي لك بفرحة، انت حاجة بتتمناها بتجيلك. حاجة يعني انت بتتمناها بدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجيلك. بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، انت عايز ربنا يشفيك ويشفي ابوك ويشفي امك ويشفي عيلتك كلها. ربنا ايه بيجيبها لك. ربنا بيحقق لك في كل حاجة ان انت ايه، في ذاتك ماشي من كل ايه، في جنة. الناس القطة دي، ماشي، كذا القطط، ماشي، يعني القطط دي هي يعني ليها للجنة. القطة ليها للجنة. يعني بتطلع الطاقة السلبية، بتدي لك الطاقة الإيجابية، الحاجة الحلوة، حاجة اللي تفرحك، حاجة بتريح قلبك، حاجة اللي بتريح قلبك. سيبك من أي شيخ اللي بيقولك وحشة. وواحد جالك شيخ في بيت، أو جالك في محل، أو جالك في ورشة، أو جالك في مصنع، أو جالك في الكلام ده، يقولك القطط دي وحشة، طفشها، اعمل الكلام ده. قوله انت كلامك هبل، والله العظيم هبل، وحس ان النبي هبل. لو واحد مربي كلب، ماشي، قوله اطلع بره. قول للكلب اطلع بره. ليه؟ الكلب نجس. كلام متفقين، وكلام 100%. بس عشان حد ما يسألنيش تاني في السؤال ده تاني، حد عايز يسألني سؤال جديد يسألني، وانا تحت امره في اي حاجة. عشان ناس كتير سألتني على موضوع القطط وقصة الكلاب. ماشي. بس حد عاوز اي استفسار، يبعت لي على الكومنتات، يسألني، وانا هخش اكلمه على الخاص، وانا تحت امره، او يسيب رقم تليفونه وانا هتواصل معاه، فون او الواتساب. ماشي. يكلمني وانا تحت امره في اي حاجة، او يكلمني على الخاص، يسيب رقم تليفونه، انا هكلمه فون، وانا تحت امره في اي حاجة. معكم الشيف محمد اشرف. السلام عليكم.